السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بتتكلم فيه عن النهاردة أول يوم يعتبر من بعد الفيديو اللي قبل كده اللي أنا اتكلمت فيه عن إن الواحد كان موقف دخان شيشة دخان سجاير، وأخد فترة 5 أيام عبارة عن إن هو بيبعد خالص عن أي حاجة لها علاقة بالدخان. وبعد ال5 أيام دول بدأ بعد كده الواحد ان هو يشوف رياضة يطلع فيها الطاقة بتاعته. فالنهاردة كده كان اول يوم ان الواحد يلعب نط حبل عشان جسمه يفوق ويعرق جامد. بس الحمد لله يعني قدرت ان انا انفذ الموضوع ده، وقدرت ان انا اخلي في بداية روتين النهاردة في القصة دي. يعني ممكن برضو الفترة اللي جاية ديت نبقى بنشارك مع بعض الرياضة، الجري، نط الحبل، الحاجات اللي لها علاقة بالجسم، وانك انت ازاي برضو تحاول انك تخلي جسمك افضل كل مرة، علشان جسمك هو اللي هيكمل معاك طول الوقت. وطالما جسمك اللي هيكمل معاك طول الوقت فده هيخليك تحاول تحافظ عليه تطوره وتحافظ عليه بالرياضة وبالأكل الصحي، وبإنك انت دايما تشوف الأكل اللي فيه إفادة لجسمك لأن جسمك حي، وجسمك الحي ده بيتعود على الحاجة اللي انت بتعملها دايما طول الوقت. لو انت بتلعب رياضة لحد ما تعرق، فهنا جسمك بيبدأ يفوق ويغير الطاقة بتاعته، علشان خاطر العرق ده بيموت أجزاء في الجسم، وبيخلي فيه أجزاء خلايا تانية تبقى عايشة وتنمو. ومن ناحية انك انت تاكل اكل صحي فده بيخلي جسمك ينمو اكتر. وكل مرة بتمارس الرياضة وبتعرق وبتعمل مجهود يخليك تعرق وتجيب مية جامد من جسمك كلها، فانت كده بتبقى عايش جوه جسمك ومديله الطاقة ان هو يقعد يتنفس ويبقى بيتطور وعضلة وجسدك يبقى حي معاك كده. فده بيساعدك ان مودك على مدار اليوم يبقى كويس، بيساعدك انك انت طول الوقت تبقى فريش، بيساعدك انك انت تفكر ازاي تطلع من الموقف ده، تطلع من المشكلة دي، تلاقي حل لحاجة في شغلك، تلاقي حل لحاجة في علاقاتك، في البيزنس بتاعك. عشان انت طول ما انت ما جسمك صحي وفي الرياضة، طول ما عقلك صحي وفي تركيز وفي مود حلو وبتركز وبتحب تتطور وتتعلم، طول ما انت هتلاقي الحالة العامة بتاعتك، الحالة بتاعتك النفسية دايما مستقرة، ودايما في توازن، ودايما في هدوء، وتحس كده انك انت هادي وراسي ومش متوتر ولا متعصب ولا اي حاجة. عشان الرياضة بتبقى ليها عامل كبير قوي على ذهننا وعلى جسمنا. مجرد ان انا بعمل رياضة وبعمل حركة وجسمي بيتحرك وبيعرق، فده بيخليني الدم يطلع في النافوخ ويطلع في الجسم، ودرجة الحرارة بتزيد ودورة الجسم كلها في تغيرات بتحصل ليه، علشان اليوم الجديد اللي بيبدأ في حياتك وتبدأه بالرياضة ده بينفعك انك انت على مدار اليوم بتحس نفسك حي من جوه عايش. ان الناس اللي بتلعب رياضة دول عارفين قيمة الرياضة وعارفين قيمة ان هم يبدأوا يومهم بالرياضة، سواء الجري، سواء الجيم، سواء نط الحبل، سواء السباحة، سواء ايا كان نوع الرياضة. المهم ان الرياضة ديت فيها نوع من انواع الحركة اللي تخلي جسمك يعرق مية. فده نصيحة مني لكل واحد حابب يعيش حياة حلوة في حياته، ويبقى بعيد خالص عن اي قلق، يبقى بعيد خالص عن اي ضغط عصبي او حرق دم او غيظ او مشاكل في الشغل او في الحياة او مشاكل في جسمانية. فالرياضة هتبقى حل كبير قوي ليك ولجسمك ولعقلك. ومن ناحية تانية هتساعد نفسك انك تعرف تعمل بيزنس وتعرف تنجح في حياتك. لان انا ببقى شايف ان
ان انا العب رياضة هيساعدني ان انا ابقى في جسمي فايق وبفكر كويس، لان الرياضة مرتبطة بجسمك وعقلك. فلما هتلاقي نفسك بتلعب رياضة ومركز في الحاجة اللي بتتعلمها، هتلاقي بعد فترة استمرارك في الرياضة واستمرارك في انك انت بتتعلم، هتلاقي بعد كده دخلك يبدأ يزيد، فالتلاتة هيبقوا مرتبطين ببعض. هتلاقي الموضوع ماشي معاك، بقيت شخص ناجح وعارف انت عايز ايه ومخطط لايه، وده هيساعدك ان انت تنجح في حياتك وتكبر في حياتك، غير لما يكون واحد عايش كده ومش حاطط لنفسه هدف، مش حاطط لنفسه حاجة. فده بيخليه ان هو يصحى الصبح جسمه متكسر ومش جايله نفس يعمل حاجة، وعايز يشرب حاجة تفوقه، حاجة فيها نيكوتين، حاجة فيها مخدر، فجسمه اتشبع بالمخدر وعقله اتشبع بالمخدر، فمش لاقي حافز في الحياة ان هو يكمل يومه، فزهقان ومضيع وقته على فيديوهات، مضيع وقته على هلس، مضيع وقته على اي حاجة وخلاص، من غير ما يكون حاطط استراتيجية ليومه وخطته في اليوم هيعمل ايه وهي يتعلم ايه وايه الدخل اللي هو باصص ان هو يضيفه في حياته ويزود دخله ازاي. فده مش هيبقى حابب ان هو يصحى الصبح اصلا ويكمل يومه، لا ده هيبقى حابب ان هو ينام 3/4 اليوم علشان يقوم في الربع الاخير بتاع اليوم اللي هو ايه، ياكل ويشرب ويتفرج على حاجة، كلها حاجات متع مؤقتة ما بين اكل وما بين شرب وما بين فرجة على فيلم، فرجة على مش عارف ايه، شرب سيجارة، شرب شيشة، قعدة على القهوة. هو بيدور على اي حاجة تديله متعات مؤقتة وضيع 3/4 اليوم من غير ما يعمل اي افادة. ففي ناس من كده كتير، في ناس من النوعية دي كتير، ولكن الناجح او اللي حابب يبقى ناجح وعارف قيمة وقته وقيمة يومه، ده اللي بيصحى من اول الفجر ما بيقول الله اكبر وبيبدأ يومه. يبقى الناس كلها نايمة وهو بيبدأ يومه رياضة، بيبدأ يومه حمى، بيبدأ يومه أكلة كويسة، بيبدأ يومه إن هو يعمل فيديوهات، يبدأ يومه إن هو يتعلم حاجة أونلاين، بيبدأ يومه إن هو يقرأ، بيعمل حاجات كتير. فربنا شايفه ومطلع عليه ومطلع على اللي جواه وعلى اللي هو بيعمله، إن هو بينفع نفسه في المستقبل ولا بيضيع يومه هدر كده وخلاص. فانت عشان تبقى عامل حسابك للحياة اللي جاية وتبقى باصص لها وتبقى راسمها بنفسك، لازم اول حاجة تبدأ يومك الرياضة. لان انا اوقات كتير ببعد عن الرياضة واوقات بحط نفسي فيها، بس اللي انا اكتشفته ان انت عايز تعيش وتعيش صح، ابدأ يومك يبقى فيه رياضة، ومن بعد الرياضة اكل صحي، ومن بعد الاكل الصحي اتعلم. وده كده ملخص اللي هو انت كده كده رايح شغلك وكده كده هتبقى في الحياة طول اليوم، بس ابدأ الرياضة وخليها حاجة جواك، حاجة أساسية متبعدش عنها خالص. في جيم بقى، في رياضة جري ما تكلفكش حاجة، المهم انت بتعمل رياضة تخلي جسمك يعرق وتقرأ كتير وتتعلم وتتثقف كتير، عشان ده بيبني عقليتك وبيبني جسمك لقدام، لما توصل لل40 وفيما فوق ال40 تبقى زيك زي اللي في ال30 أو زيك زي اللي في ال20، يبقى انتوا قريبين من بعض فكريا وجسديا وكل حاجة، بصرف النظر ان السن بس هو اللي هيبقى اختلاف، بس تكونك انك انت بتلعب رياضة فده شيء مهم جدا جدا جدا. وده النهاردة كده الفيديو بتاع اول حاجة، اول يوم ان انا من اول اسبوع بطلت الدخان خالص بتاع شيشة او غيره، بالاخص شيشة، وبدأت على موضوع الرياضة. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية نبدأ نتكلم اكتر في موضوع الرياضة، ونبدأ ان احنا نمارس اكتر الجري ونمارس اكتر نط الحبل، عشان خاطر يبقى فيه استمرار في الموضوع. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كده تبين الاستمرار هيبقى موجود وهيبقى شكله ايه وكده. لو عندك اي كومنت ولا اي عندك اي حاجه عايز تتكلم فيها ماشي
ابعتلي وبرد عليكم كلكم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عندك اي كلام عرفني وانا ان شاء الله ارد على كل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.